دي مش بس فكرة واحدة، دول اكتر من 10 افكار في الفيديو ده، هتطلعي اكيد 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 مستفادة منه بقدر الامكان، لان دول اكتر من 10 افكار للانش بوكس المدرسة. حاجة كده جميلة ما بين التنوع وكمان بعناصر غذائية متكاملة، فاكهة وخضار وساندويتشات حلوة وساندويتشات مالحة. وتعالوا بقى نشوف الجمال ده كله عملناه ازاي، وازاي بقى عملنا الافكار الجميلة دي. ويلا بينا بقى نبتدي الفيديو. بس قبل ما نبتدي، لو اول مره بتشوفيني انا كراميلا ودي قناتي كراميلا شيف الصغير، انزلي تحت اعملي سبسكرايب للقناه او اشتراك وفعلي زر الجرس اللي هيظهر لك على طول على الكل علشان يوصلك اشعار بكل وصفه وفيديو جديد انزله. يلا بينا بقى نبتدي. اول لانش بوكس معانا، اول ساندوتش حادق معانا، هيكون عباره عن بيضه مسلوقه، حبه كده حلوين من الفلفل من الزيتون، وكمان اي جبنه كريمي موجوده عندك، اي جبنه كريمي. دي كانت جبنه بطعم الشيدر. وهبتدي بقى بس اضيف كده عليهم رشه بسيطه من الكزبره الجافه، رشه من الزعتر، الزعتر حلو قوي مع الجبنه، وعليهم كمان ملعقه صغيره من زيت الزيتون. وقلب قلب بقى، مكس كل الكلام ده مع بعضه، وهيطلع معاكي اجمل خلطه ممكن تعمليها لاولادك في اللانش بوكس. هجيب بقى هنا فينو بقى، توست، اي حاجه موجوده عندك بقى، عيش بلدي او عيش شامي، اي حاجه موجوده عندك. ممكن كمان عيش تورتيلا. بصي اي حاجه يعني، نوعي لهم، بلاش كل يوم فينو، بلاش كل يوم توست، بلاش كل يوم عيش بلدي عادي، فاهمه؟ اللي هو نوعي لهم. نيجي بقى، ده الوجبه بتاعتهم الاساسيه. نيجي بقى للساندوتش الحلو. بصوا يا جماعه، الساندوتش ده ميكس رهيب رهيب، انتوا نفسكم لو جربتوه هيعجبكم قوي، مش بس اولادكم. هنا انا حطيت ملعقه كبيره من القشطه، اي نوع قشطه عندك، لو متوفر عندك في البيت تمام، انا دي كنت مشتريها من بره. وهحط عليهم هنا ملعقة من المربى، اي نوع مربى عندك، بتدي طعم لذيذ لذيذ قوي للقشطة. هوزعها بالشكل ده، وهحط كمان عليها حبة كده حلوين من الحلاوة الطحينية. لو عايزين طريقتها هنزلها لكم تعملوها ازاي في البيت بكل سهولة، لو عايزين اكتبولي في الكومنتس تحت. بعدين بقى ملعقة صغيرة كده من العسل الابيض. وعلى الناحية التانية برضو هحط حاجة بسيطة قوي كده من القشطة، حوالي برضو ملعقة، علشان تثبت كده معايا وتبقى لذيذة لذيذة. أجمل ساندوتش ممكن تعمليه. دايما حاولي ساندوتش الحلو تفصليه عن المالح، لو بستريتش راب أو بكيس أو بعلبة صغيرة حطيه فيها على حسب أو على قد الحجم بتاع الرغيف. ليه بقى؟ علشان مش كل حاجة روايحها تيجي على بعضها. ورصيتهم في اللانش بوكس بالشكل ده. ودلوقتي بقى هضيف الخضار اللي عندي. انا هنا عندي كان متوفر في اليوم ده جزر وخيار، فانا حطيت هنا جزر وخيار، ممكن كابوتشا، ممكن تحطي على فكره جرجير عادي جدا. بصي شوفي انت بقى ابنك بيحب ايه بالظبط وحطي له. وللفاكهه هنا حطيت موز. لازم يا جماعه اللانش بوكس يكون فيه العناصر الغذائيه متكامله، ما ننساش الفاكهه والخضار اهم حاجه. تاني بقى ساندوتش او تاني لانش بوكس معانا، تاني فكره. هبتدي بقى اجيب بيضه برضو مسلوقه، ملعقه من زيت الزيتون، ومعاها نص بطاطسايه كده صغيره او حبايه صغيره قوي من البطاطس المهروسه. وبعدين عليهم كده ملعقه من المايونيز. يا جماعه الميكس ده رهيب. وبرضو رشيت عليهم حبه كده من الكزبره الجافه، وحطيت كمان عليهم حبه من الملح، رشه بسيطه قوي. وعلى طول هنا برضو احط في الساندوتشات زي ما احنا شايفين كده. يلا بقى يا عسلية، انت وهي وهو وهي، لو لسه ما خبطتوش لايك للقناة دي اعملوا بقى لايك وشير للفيديو لو عجبكم، وكمان سبسكرايب للقناة. ده بقى ساندوتش الحلو. جبت هنا ملعقة من زبدة الفول السوداني، وعليها ملعقة من المربى، اي نوع بقى، فراولة مربى مشمش تين اي حاجة. وخلاص كده الساندوتش بتاعي اتقفل. وهنا حطيت معاه علبة زبادي وكمان معاها الملعقة. وللخضار برضو حطيت خيار وجزر. وللفاكهة هنا حطيت تفاح وقطعته بالشكل ده ولفيته بستريتش راب. زي ما احنا شايفين كده كل واحدة عملتها بالشكل ده علشان ما يسودش كده، ويبقى معاه فريش لغاية ما يجي ابنك او بنتك يعني ياكله. وده كان لانش بوكس معانا. تعالوا بقى نشوف فكرة كمان. جبت هنا ملعقة من الجبنة الكريمي العادية، اي نوع جبنة عندك، وعليهم شرايح بسيطة كده قوي او رفيعة قوي من الخيار. وده كان ابسط واسهل ساندويتش ممكن تعمليه، واسرع ساندويتش ممكن تعمليه. وبقى بعد كده هو قطعته بالشكل ده وحطيته على طول في اللانش بوكس زي ما احنا شايفين كده.
وتعالوا بقى نشوف ساندوتش الحلو بقى. هنا حطيت ملعقة كبيرة من القشطة برضو، وهبتدي بقى اوزعها حلو قوي على التوست زي ما احنا شايفين كده. وهحط هنا بس عليها ملعقة من العسل النحلي او العسل الابيض، بس كده يا كراميلا. بس كده شايفين، يعني اسهل من كده مفيش. ده بقى لانش بوكس سريع كده، فكرة سريعة وجميلة، وطعم القشطة يا جماعة مع العسل الابيض حلو قوي. ولفيته برضو بستريتش راب وحطيته كده. ودلوقتي هحط برضو خيار وجزر للخضار زي ما احنا شايفين كده. والناحية الأخيرة هحط فيها فاكهة. هنا كان عندي متوفر تين، أي فاكهة موجودة عندك، تين أو تفاح أو أي حاجة. أنا هنا كان عندي تفاح مش تين، وحطيت على طول بالشكل ده وقفلته كويس قوي. وده كان لانش بوكس برضو، فكرة جميلة معانا. على الفكرة اللي بعدها بقى، عندي هنا بيضة وملعقة كده كبيرة زي ما احنا شايفين، زعتر بقى، زيت زيتون. حطي بقى على البيضة قشطة، او ممكن تحطي على فكرة مايونيز هيبقى حلو. بصي اي حاجة، مايونيز او قشطة في الوصفة دي حلوة قوي. وده برضو يا جماعة ساندوتش كده سريع سريع سريع، لكن فكرة حلوة ولذيذة، بتغير شوية من طعم البيض المسلوق. تمام. وهجيب بقى العيش بتاعي ايا كان نوع ايه زي ما اتفقنا، نوعي كده مش كل يوم نفس النوع. وهنبتدي كده نفرد على طول الساندوتش بتاعنا، نفرد الخلطة الجميلة دي عليه. واختياري انا هنا حطيت شرايح من الفلفل الاخضر، طبعا البارد مش الحار. وخلاص كده الساندوتش المالح خلص معايا. قسمته برضو نصين علشان يبقى متحكم فيه اكتر. للساندوتش الحلو حطيت هنا بس نوتيلا، وقفلت عليها القطعة التانية من التوست، وخلاص كده. الفاكهة هنا حطيت مانجا، حطيتها في طبق عندي صغير بالشكل ده. اي نوع طبعا عندك، طبق بلاستيك، ازاز، اي حاجة، او لو اكواب الكب كيك السيليكون هتبقى برضو ممتازة معاكي وعملية قوي. وحطيتهم بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وساندوتش الحلو هنا من فوق، وجنب منه بقى الخضار زي ما احنا شايفين. طبعا الخضار هنا تمام قوي 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 كده. بارت 3. وهنا مكان يا جماعة الفاكهة انا حطيت بسكويت. طيب دلوقتي بقى هبتدي في الفكرة اللي بعد منها، قطعة كده او شرايح بسيطة قوي من اللانشون على الزيتون على اي جبنة كريمي عندك، وقلبي قلبي قلبي واحشي يا ستي بقى كده في اللانش بوكس والساندوتشات بتاعتك. بصوا افكار متنوعه. يعني غير بقى انه يوميا جبنه ولانشون وخلصنا، لا حتى لو جبنه ولانشون او بيض بس بتنوعي لهم كده فيها، فبتبقى جميله كده وممتازه. هنا انا حطيت خيار في الساندوتشات نفسها بس شرايح رفيعه. ساندوتش عيش كايزر طبعا. وللساندوتش الحلو هنا بقى حطيت نوتيلا، ملعقه يا دوب كده كبيره ما بين الشريحتين التوست او الكايزر او فينو عادي. وطبعا حطيت هنا معاها شرايح من الموز. الموز بيبقى حلو قوي قوي يا جماعه، طعمه ميكس كده مع النوتيلا. تمام قوي كده وخلاص. ولفيته برضو وقسمته كده، وهحطه على طول في اللانش بوكس. حطيت بقى جزر وخيار برضو جنب الساندوتشات. وفوق هنا حطيت الحلو لوحده، علشان كده يا جماعه ما لفتهوش. وهنا كان عندي فاكهه كيوي، حطيت كده شرايح منها. وطبعا عندنا الشوكة هنا والملعقة فهيعرف ياكل براحته. وكام قطعة كده من البسكويت، حاجة كده لذيذة ومشبعة قوي لابنك، احسن ما تديله بقى مصاريف وفلوس ويجيب شيبسي وكاراتيه والحاجات اللي هي مش بتشبع دي وبوظ الدنيا. بصوا بقى الوصفة دي حلوة قوي، الخلطة دي حلوة قوي. هنجيب ايه بقى؟ جبنة كريمي عليها شرايح زيتون، عليها شرايح فلفل اخضر، لانشون. بصي اي حاجة متوفرة عندك، طماطمايه قطعيها صغير، ملعقة حلوة كده من زيت الزيتون. وهرش هنا رشة من الزعتر. كمان الزعتر مع الجبنة عامة بيبقى حوار، بيبقى حوار بجد يعني. وهبتدي على طول هنا اقلب. هنا ما حطيتش ملح يا جماعة، ليه؟ لان اكتفيت بالملح اللي موجود في الزيتون واللي موجود في الجبنة، بلس كمان ان الطماطم املاح، فنراعي يعني اولادنا شوية. كان عندي بقى هنا ورقتين جلاش، عايزه اقول لكم متكسرين وبايظين ويعني مركونين كده، محدش سائل فيهم، اسيبهم في حالهم؟ لا. جبت بقى الخلطه الجميله الحلوه دي وحطيتها كده ورقه الجلاش، بس دهنت كده دهنه سمنه خفيفه علشان تبقى حلوه معايا وما تبقاش كده مكتومه. وحطيت من فوق جبنه شيدر، عندك موتزاريلا تمام، عندك اي نوع جبنه تمام، مش عندك استغني عنها خالص، ما توقفيش نفسك على حاجه يا عسل.
وبصوا بقى يعني عايزه اقول لكم اتلمت معايا، مفيش يعني معايا لازم خلاص، ما هو انا يا هي بقى كنت في اليوم ده، فلميتها برضو بقت حلوه وجميله وزي الفل. هعمل بقى واحده تانية بس عشان ما اطولش الفيديو عليكم، فانا هنا عملت 2، فالخلطه كفت معايا 2 وكانوا مليانين كده وحلوين قوي من جوه. وبقى بصي على الجريل على النار او في الساندوتش ميكر، اي حاجه متوفره عندك، او في طاسه عاديه بس تكون ما بتلزقش، ادهني حبه كده بسيطه من الزيت وعلى نار هاديه، وابتدي بس ارمشيهم كده وحمريهم. عايزه اقول لكم كانت مقرمشه جدا جدا وجميله جميله قوي، يعني مفيش حد هيدوقها منك الا هيقول لك ايه الجمال ده، ابنك هيفضل يطلبها منك كل يوم. طبعا في الساندوتش ميكر يا دوب بالظبط 4 دقايق وكانت بالجمال والعظمه دي. كانت طالعه يا جماعه مقرمشه قوي قوي قوي. استنيتها بس تهدى شويه علشان ما تعملش ريحه مش لطيفه، وبعد كده ابتدأت ان انا احطها في اللانش بوكس. هنا حطيت بسكويت، كان عندي بسكويت شوكولاته. بصي ممكن تحطي اي حاجه يعني متوفره عندك، ما توقفيش حاجه معينه على اللانش بوكس او تشتري حاجه معينه. طيب الساندوتش الحلو هنا انا ما عملتش ساندوتشات لاني حسيت ان الساندوتشين اللي انا عملتهم دلوقتي مشبعين جدا، فكان عندي كيك فحطيت شريحه من الكيك بالشكل ده. ممكن على فكره تعملي كيكه وتفرزنيها كده، اللي هو يبقى كل قطعه في ستريتش، او مثلا تبقى في علبه كده محكمه الغلق وتبقى في الفريزر، وتطلعي شرايح الكيك دي من بالليل وتحطيها لاولادك في اللانش بوكس الصبح. ده كان اللانش بوكس بتاعنا يا جماعه. حطينا بقى خيار وجزر، وحطيت هنا تين، كان عندي فاكهه التين هنا. نيجي بقى الفكره اللي بعدها، عندي هنا بطاطس. بصي احنا دلوقتي هنعمل فكره جميله وهي الوافلز المالح. هنعمله ازاي بقى؟ عندي بطاطس مهروسه اي كميه عندك، عليها كده بقدونس او كزبره خضراء، عليها زيتون شرايح اسود بقى اخضر اي حاجه عندك، وعليها كده بيضه، وهي دي بقى اللي هتمشيلي بقى الخليط كده وتخليه الخليط ناعم وجوسي كده وحلو. وهبتدي بقى ان انا هنا بهر، حطيت بس يا دوب رشه من الملح، رشه من الفلفل الاسود علشان البيض، ورشه من الكزبره الجافه. وبعد كده هبتدي ان انا اهرسهم حلو قوي بالهراسه بقى بالشوكه زي ما تعرفي، المهم انهم يترسوا كويس قوي. باقي اضافه واحده بس هضيفها كده هتقوي معايا الخليط ده وتخليه متماسك وحلو قوي، ما يبقاش كده يعني طري خالص او فيه زي نسمه ميه يعني. فهي ملعقتين من النشا، نشا يا جماعه مش دقيق، تمام، نشا، ملعقتين من نشا الذره. وهبتدي ان انا اقلبهم بالشكل ده. وطبعا في الوقت ده بسخن الساندوتش ميكر بتاعي، وهبتدي على بقى شكل الوافلز كده او الجريل العاديه، اي حاجه تمام، مش شرط ان ده يبقى وافل، عادي ممكن تعمليها كده على الجريل هتبقى حلوه قوي كنظام اقراص. تمام، هبتدي بقى احطها هنا، بتبقى طبعا ملزقه شويه ولكن النشا بيظبط الدنيا. المهم يا جماعه ان احنا ندهن الساندوتش ميكر من فوق ومن تحت، يعني من الناحيتين علشان ما يلزقش. لازم ندهنه كده حبه بسيطه قوي، فرشه بسيطه كده من الزيت، ونوزع على قد ما نقدر. مش شرط يطلع يعني الشكل خلاص شكل المربع بالظبط، عادي جدا ممكن كمان نعملها اقراص اقل من كده وهيعملوا معاكي كميه اكبر. انا هنا عملتهم على مره واحده على قطعتين وافل، وكان طعمه خطير خطير خطير. وهقول لكم ايه بقى مكان الشوكليت اللي احنا هنحطه عليه. على بال بقى ما يستوي تعالوا نعمل الساندوتش الحلو. هنا عندي برضو ملعقه كبيره من القشطه، عليها حلاوه طحينيه. ده بقى يا جماعه اسمه ساندوتش السكالانس بقى، تمام. بنحط عليها بقى هنا ايه، ملعقه كبيره من العسل النحلي او العسل الابيض، ونقفل خلاص الساندوتش بتاعنا. كان هنا الوافلز بتاعنا استوى وكان جميل قوي في 6 دقايق. بصوا بالظبط كان مقرمش، كان جميل رهيب رهيب رهيب. كان نفسي بقى افتحه لكم بس انا حبيت احطه في اللانش بوكس كده. ممكن نعمله وصفه لوحده في فيديو لوحده يعني لو انتوا حابين، واعمل لكم اكتر من فكره ليه. طب ايه بقى بديل النوتيلا او الشوكليت؟ او هو المايونيز والكاتشب. بحب بقى المايونيز بحب الكاتشب، حطي له ده وده بس نظام اكياس. تمام، والساندوتش الحلو هنا بقى من فوق، وجنب منه هنا حطيت الخيار والجزر. رجعت فتحت اللانش بوكس تاني وحطيت دول من تحت علشان باقي اللانش بوكس يكفي معايا. وهنا برضو كان عندي كيوي فحطيت كيوي قطع بالشكل ده. وحطيت ملعقه هنا صغيره بس ما بانتش في الفيديو للاسف، فلازم مع الفاكهه طبعا لو متقطعه تحطي ملعقه او شوكه صغيره.
هنجيب هنا وكام حبة كده من البسكوت، وده كان برضو فكرة لانش بوكس معانا. هنحطهم في بول. تعالوا بقى نشوف اللي بعده. قطع صغيرة كده. عندي هنا 2 حبة من البيض، وكمان من اللانش. بصي اي حاجة بقى عندك بواقي في التلاجة ضيفيها. انا هنا ضفت شرايح او قطع صغيرة مكعبات كده من اللانشون، مكعبات من الفلفل الرومي الاخضر، رشة من الكزبرة الخضراء، الجافة اقصد. خضرة ايه انا بقول ايه انا معلش بقى يا جماعة، هبتدي بقى الفيديو طويل انا عارفة، يعني انا عارفة ان هو طويل بس بجد فيه استفادة كبيرة قوي. والمهم بقى حطيت رشة كده من الملح، وجبت ساندوتش التوست بتاعي وفتحته بالشكل ده. في الوقت ده هنكون بنسخن الساندوتش ميكر بتاعنا زي ما احنا شايفين. طبعا دي يا جماعة احنا مش هنرميها، هنشوف دلوقتي هنعملها ازاي. ونبتدي نضيف الخليط في التوست بالشكل ده. هنلاقي كده الساندوتش ميكر برضو مش عندك يبقى في طاسة، يبقى في جريل. بصي ما توقفيش على حاجة بالظبط كده. هنقلبه. وقفلت بقى بالقطعة اللي انا شلتها في البداية. شرايح طماطم بس كده يا كراميلا. ممكن يكون بس تضغطيهم كده على بعض وساندوتش تمام. بس انا هنا حبيت ان انا اضيف بقى قيمة غذائية اعلى، فحطيت هنا طماطم. وطبعا لو عندك هنا جبنة موتزاريلا او شيدر حطي، انا ما حطيتش بصراحة. على بال ما يستوي هنيجي نعمل هنا عشان بقى يبقى يعني بيصدم وبيشبع قوي، فضفت شريحتين هنا من التوست. تعالوا بقى على بال ما ياخد كده السوا بتاعه المظبوط، تعالوا نعمل ساندوتش الحلو. هو هنا كان ساندوتش مربى بس مفيش اي حاجة تانية، يا دوب بس ملعقة كده من المربى، بتبقى كمان خفيفة لانها بتبقى مسكرة قوي بالنسبة للعيال عشان ما تجزعش منها. يعني مشبع وده بقى يا جماعة الساندوتش بتاعنا خلص خلاص. عايزة اقول لكم من كتر ما انه يعني تقيل جدا وبيصدم، انا في الاخر ما حطيتش غير ساندوتش واحد بس، استنيته بس يهدى كده ويبرد. طبعا يا جماعه لو في جبنه في المرحله دي حطيتها كانت هتخليه متماسك اكتر، وطعمه يا جماعه فيعني حطوا جبنه لو عندكم حطوا جبنه. وهنا بقى للفاكهه ضفت بصوا اصلا كفايه شكله مغري مغري يا جماعه. وابتدي بقى على طول احطه في اللانش بوكس هنا. وهنا بقى حطيت الفاكهه كانت عنب، وزي طبعا ما احنا شايفين جزر برضو وخيار يا جماعة. بصي المتوفر عندك. انا بقى صورت الفيديو ده صدقوني على يومين ورا بعض، فده اللي كان متوفر عندي اللي هو الجزر والخيار. نشوف بقى الفكرة اللي بعدها. ملعقة كبيرة كده من الجبنة الكريمي، اي نوع جبنة عندك، ما يعني مش نوع معين، او لو جبنة انتي عاملاها في البيت. عملنا برضو الجبنة الكريمي مع بعضنا في البيت من غير دقيق ولا نشا ولا نار خالص. وهسيب لكم بقى لينك طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت، هسيبه لكم تحت الفيديو ده. بصوا بقى يا جماعة، حبيت ان اللانش بوكس ده يبقى صحي شوية، يعني عملته بالتوست الاسمر. ضفت كده الجبنة على التوست وعليها شرايح من الفلفل الرومي، ممكن تستغني عنها، ممكن تحطي بدلها شرايح خيار، ممكن تحطي زيتون زي ما انتي حابة. انا بس بحب كده انوع لكم في الافكار، وانتوا بقى انتقوا الافكار اللي انتوا حبيتوها وشوفوا بقى هتعملوا ايه. ونقسمها بقى بالشكل ده، طبعا باي شكل من الاشكال يعني، بس انا بحب دايما يعني يبقى فيه حاجات كده مختلفة، عشان كده قسمته بالشكل المثلثي ده. للساندوتش بقى الحلو، بما اننا هنشتغل بقى صحي وتوست اسمر بقى وبتاع، فهيبقى هنا زبدة فول سوداني عليها ملعقة من العسل الابيض، ونوزعها كده حلو قوي. وخلاص كده الساندوتش كمان الحلو خلص عندي. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في اللانش بوكس. حطينا ساندوتش المالح، جنب منه بقى هنا هنبتدي نحط الفاكهة. انا بديكم يا جماعة افكار، يعني الفاكهة المتوفرة عندك ما تجيبلوش فاكهة معينة مخصوص، اللي موجود عندك في التلاجة حطي له، بس لازم يبقى اللانش بوكس فيه فاكهة وفيه ساندوتش مالح، فيه ساندوتش حلو، فيه كمان خضار، لازم نهتم بالخضار. بعد كده بقى عايزة تزودي له بسكوت او حاجات زي كده تمام، ولكن ده الاساس. جزر بقى وخيار. انا عارفة انكم النهاردة زهقتوا من الجزر والخيار معلش بقى المتوفر عندكم يا جماعة، ده اللي كان متوفر عندي. وخلاص كده هنقفل اللانش بوكس بتاعنا بقى جاهز وتمام. فكرة كمان مش هرماكم من حاجة، بصوا بقى كام فكرة، هعدوا بأكتر من 10 أفكار في الفيديو ده. تمام. حطيت هنا بقى شرايح زيتون، عليها جبنة كريمي، عليها رشة كده حلوة من الزعتر. هتقولي لي يا كراميلا انتوا كل ما تحطي جبنة تحطي زعتر؟ يا جماعة بجد بتفرق قوي في طعمها.
ايا كان يعني الجبنه متطعمه بايه او جايه طعمها بطعم ايه، بجد بجد حاجه كده حلوه بتديها طعم. الزعتر حلو حلو قوي، يعني في الغالب بحب استخدمه دايما مع الجبن. حتى الجبنه الكريمي اللي عملناها في البيت برضو عملت فيها نوع بالزيتون والزعتر. حطيت هنا بقى شرايح طماطم، حبيت اغير بقى شويه بدل ما كل مره شرايح خيار خيار بقى، فعلشان متزهقوش مني بزياده عن كده فحطيت لكم المره دي شرايح طماطم، بس طبعا بتبقى شرايح كده رفيعه وما تكتريش. تمام. وهنا بقى حطيت ملعقتين من زبده الفول السوداني على شريحتين الكايزر هنا وفردتهم كويس قوي. بالمناسبه يا جماعه الفين والكايزر ده احنا عاملينه في البيت، هبقى اسيب لكم لينك الطريقه بتاعته برضو اسفل الفيديو ده في صندوق الوصف، او في الكومنت تحت الفيديو في الفيسبوك او الانستا او التيك توك. تابعوني بقى على المنصات التانية، بننزل حاجات حلوة كده وجميلة. هنا بقى حطيت معاه موز وحطيت معاه عسل ابيض، وعايزة اقول لكم كنت اول مرة اعمل ميكس الموز ده مع زبدة الفول السوداني وطلع لذيذ. الموز يا جماعة من الفواكه اللي بتنفع تقريبا مع اي حاجة، يعني حلوة حلوة قوي، بتبقى مع كافة الساندوتشات يعني. حطيت بقى هنا الساندوتشات المالحة او الحادقة، وهنا ساندوتش الحلو. وهنا بقى هنحط ايه، خلاص انتوا حفظتم بقى، جزر وخيار بس. شايفين يا جماعة بقى التركات والحركات، لما تبقي كده فاضية ورايقة وولادك بقى مش كاتمين على نفسك كده، فبتحب تنوعي لهم بقى، فقطعت الخيار كده على شكل وردة وحاجات يعني من الاخر بقى حاجات من الاخر. المهم بقى فحطيت هنا كانت الفاكهة عندي البلح البرحي الحلو قوي ده. وخلاص كده خلصت افكار اللانش بوكس معانا. وما تنسوش بقى لايك وشير للفيديو لو عجبكم حبايبي، واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة.